أهلا بكم في قناتنا، قناة خاصة لكل جديد في عالم المشاهير والنجوم. في هذا الفيديو سنعرض لكم تفاصيل رجوع الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل بعد طلاق دام 8 أشهر. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أعلنت الفنانة بسمة بوسيل خبر حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق، مشيرة إلى أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فهم بصورة خاطئة. وأضافت بسمة بوسيل خلال لقائها ببرنامج على المسرح المذاع عبر فضائية الحياة يوم 24 من شهر مارس 2024 أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور كانت تتسبب لها ضغطا، خاصة أن نمط الحياة النجم صعبة ومتعبة جدا. وأوضحت أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها مع زوجها. وأشارت بسمة بوسيل إلا أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلا على الإطلاق، في حين سرعان ما انتشرت صورة الفنان تامر حسني مع بسمة بوسيل وأبنائه على نطاق واسع بين الجمهور، متسائلين عن حقيقة عودتهما لبعضهم البعض تزامنا مع شهر رمضان. ووجه تامر حسني رسالة حب للجمهور أرفقها بتعليق على صورته مع بسمة وأبنائه، حيث قال: كل سنة وانتم طيبين، ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية. في الوقت نفسه كشف مصدر مقرب من النجم تامر حسني أنه بالفعل عاد لزوجته بسمة بوسيل، حيث إنها عادت إلى منزله ولكن في سرية تامة دون إعلان رسمي. كما أشار المصدر إلى أن النجم تامر حسني كان حريصا على لم شمل أسرته وإعادة المياه إلى مجاريها.